الموضوع الثاني اللي في الحقيقة طرحتيه بثلاثة بكم، الموضوع يهم وزارة العدل. شخصيا تحدثت مع وزير العدل قبل قليل، أكد لي شخصيا أنه عنده موقف واضح حول الموضوع سيشرحه في الساعات المقبلة. شكرا لكم. الموضوع ديال سوء الفهم بخصوص أرقام السياحة، بالفعل الأسبوع الماضي صرحت بخصوص النتائج التي حققتها عائدة قطاع ديال السياحة واللي تتطابق مع ما أعلن عنه لوفيس دو شونج، يعني المكتب الوطني للصرف، اللي بالمناسبة المعطيات التي تعتمدها الحكومة هي المعطيات التي أصدرها المكتب الوطني للصرف. فإلى غاية نبدأ بالفترة إلى غاية من الفترة من مارس إلى غاية أكتوبر بلغت المداخيل السياحية 67.593، هادشي اللي تيقول المكتب الوطني للصرف، مقارنة مع 56.434 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2019، وهو ما يمثل نسبة استرجاع بنسبة 120%، بمعنى تزاد ب 20%، ما يمثل نسبة استرجاع 120%. بخصوص المرحلة إلى غاية ما تم نوفمبر، ونفس الأرقام اللي كاينة عند المكتب الوطني للصرف، وصلت المداخيل السفر 81.7 مليار درهم. هذه المداخيل سجلت ارتفاع بقيمة ديال 153% مقارنة بالفترة نفسها مع 2021 اللي كانت 32.28، كانت 32 ولات 153، وارتفاعا قيمته 12% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 اللي كانت 72.9. دابا سوء الفهم وقع في التفسير ديال الكلمة ديال فين وصلت وتضاعفت. أنا كنت كنقصد فين وصلت، دونك حنا بددنا سوء الفهم. إذا الأرقام اللي تنقدم لا في الأسبوع الماضي ولا هذا الأسبوع المصدر ديالها هو الصندوق الوطني، هو المكتب الوطني للصرف.